قد يكون لي رأي في هذا الموضوع أحيانا بأن هذه الحالة بأن الكرة لم يصل إلى الكرة التي وصلت إليه. الخبير التحكيمي جمال الشريف ينهي الجدل بخصوص ضربة الجزاء التي لم تحتسب في مباراة السودان ضد الجزائر في كأس العرب. لكن وفي البداية، وإن كنت تتفق أن ضربة الجزاء التي لم تحتسب والتي لم يعلن عنها الحكم المصري أمين عمر ضد منتخب الجزائر في الجولة الأولى من بطولة كأس العرب غير صحيحة، فاضغط لايك واشترك في القناة. ساد جدل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي بعد نهاية مباراة الجزائر والسودان في كأس العرب، والتي انتهت بدون أهداف. وأكد خبراء ومحللون أن الحكم المصري أمين عمر قد حرم منتخب السودان من ضربة جزاء شرعية بعد تدخل لاعب الجزائر فيكتور لكحل على مهاجم السودان ووضعه قدمه على قدمه لمنعه من التسديد على الشباك. وحسم خبير التحليل في كرة القدم السوري جمال الشريف الجدل في تصريح لوسائل إعلامية رياضية، حيث قال: نعم، لقد قام فيكتور لكحل بوضع قدمه على قدم لاعب منتخب السودان، لكن تدخل في اللعبة طرف ثالث وهو لاعب الوسط السوداني الذي تسبب في إعاقة فيكتور عن الرؤية للوصول للكرة أولا، مما جعل ساقه تذهب باتجاه قدم لاعب السودان بدلا من الكرة، وهو ما قدره الحكم المصري أمين عمر بأنه تلاشي في الرؤية وليس تدخلا متعمدا لمنع المهاجم من التسديد في المرمى. وبذلك فإن قراره بعدم احتساب ضربة جزاء هو قرار صائب.